السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي الحال يا رب. ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل فطيرة كده، حاجة كده خيال وهم. هنعملها ازاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة كده، وتكون محشية ستريبس وبطاطس كده. وهنعمل مع بعض الستريبس النهارده، والفطيرة النهارده من غير عجن، من غير دقيق، من غير جلاش. طعمها احلى من البيتزا واحلى من الكريب. تيجي نشوف هنعملها ازاي. بس نسمي الله كده ونصلي على رسول الله، صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه مع بعض هنعمل طريقه عمل الاستربس. عندي هنا صدر فرخه واحد. لو انت حابه تستخدم اكتر برضه يرجع ليكي، بس خليكي معايا ركزي كده في التوابل وفي التقطيع ازاي هنعملها مع بعض، لان دي بتفرق في الطعم وفي التسويه. خلينا نشوف هنعمل ازاي. اول زي ما شايفين كده الصدر كده هنقطع شرايح، يكون نص تجميده معانا مش مجمد كامل، لا نص تجميده. وهنقطع زي ما شايفين كده نفس التقطيعه دي بالظبط، يعني مش تخينة ومش رفيعة، اهو زي كده. اهم حاجة يكون معاكي متجمد عشان يطلع معاكي التقطيع مظبوطة. زي ما شايفة كده معانا، هنحطهم في البولة وهنكمل تقطيع بقية الصدر. هتقولي كده كبيرة، برضو ده يرجع ليكي انت حابة تقطيعها ازاي، بس هي التقطيعة دي بصراحة طعمها تحفة وبتخلي السوا معانا مظبوط خالص. كده قطعناهم وغسلناهم كده بشوية خل وليمون كده وتمام. عندي هنا بابريكا معلقة كبيرة، جنزبيل، توابل فراخ، كاري، فلفل اسود، كيس مرقة فورية. هنمكس التوابل دي كلها مع بعض. هتلاقيني كبلك التوابل تحت الوصف، كلها مظبوطة. زي ما شايفين كده عملنا مكس التوابل. عندي هنا الدقيق، عندي هنا تقريبا كوباية ونص دقيق، هننزل عليهم بنص التوابل اللي احنا عملناها، نص كمية التوابل اللي احنا عملناها دلوقتي بالظبط. والنص التاني هنحطه فوق الفراخ. عندي هنا معلقتين نشا صغيرين. عندي هنا معلقتين برضو بقسماط او معلقة ونص، معلقة ونص بقسماط. البقسماط هنا ليه، وحطيت شوية ملح. والبقسماط هنا ليه يا جماعة؟ البقسماط هنا يخلي الفراخ كده طعمها كريسبي وحلو، وفي نفس الوقت انت بتاكلي حاجة كده كريسبي، مش زي الحجارة، لا بتخلي كده الكريسبي بتاعها مظبوط. قلبنا كده التوابل مع بعض في الدقيق كده والنشا مع بعض. هننزل هنا بقيت التوابل فوق الفراخ. هنحط هنا عندي نص كوباية مية، وهنا معلقتين دقيق زي ما شايفين كده من الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض. هنخلط التوابل دي كده في الفراخ والدقيق كده مع بعض. اهم حاجة تمكسيهم كويس مع بعض عشان يشرب التتبيلة معانا تمام. زي ما شايفين كده حطيت شوية ملح تاني للفراخ. اهم حاجة تقلبي كويس عشان التتبيلة تتشرب معانا تمام. عندي هنا الدقيق اللي احنا عملناه مع بعض، هنرش عليه شوية مية بسيطة. شوية المية اللي احنا بنرشها دي ليه يا جماعة؟ عشان تدي كده اللي هو اللي احنا بنشوفه كده في الفراخ، اللي هو النجرشة كده اللي في الفراخ بتبقى دي. فاحنا بنحط شوية المية دي عشان تعمل زي حتة الزوايد دي اللي بتبقى في الفراخ، اللي هي الكراست اللي بتبقى من بره دي. هنشوف شكلها ازاي مع بعض. لا ما تقلقوش، احنا بنقلي شوية بطاطس دلوقتي لحد لما احنا نخلص البريدنج بتاع الفراخ. تمام. بعد كده نرجع تاني للفراخ. ادي كده عندي صدر الفرخه زي ما شايفين، هنزل بيه فوق الدقيق ونقلب كده تمام، تقليبه تمام زي ما شايفين معانا. اهم حاجه ياخد كل صدر الفراخ كده، ياخد كل حته فيه كده، تاخد معانا الدقيق اللي هو فيه التوابل البهارات. زي ما شايفين الشكل كده والنقرش اللي بكلمكم عنها. هنعمل نفس النظام في التاني والتالت وكله. بس لو انت حابه الكراست او الطبقه اللي من بره دي كده تكون تخينه شويه عن دي، فهنرجع نحطها في الميه. زي ما شايفين انا هنا عندي جنب، على جنب هنا عندي شويه ميه ساقعه بتلج. هنحط فيها الفراخ وبعدين ننزلها تاني في الدقيق. هتاخد معانا كراست زي ما انتم شايفين كده بالظبط. شايفين النقرشه والنعكشه اللي احنا بنتكلم عليها، ده بسبب شويه الميه اللي احنا رشرشناها في الاول. نفس النظام في كل واحدة. في الدقيق، بعد الدقيق مية ساقعة بتلج، بعد كده تنزل تاني معانا في الدقيق. هتاخد معانا بصوا، انا عايزة اوريكم بس كده النعكشة والنقرشة اللي هي احنا زي ما شايفينها مع بعض. احلى حتة ستريبس ممكن تاكليها بصراحة، تنافس الماركات اللي احنا بنشوفها في المحلات، لان انا عاملاها في البيت وواثقة من طعمها وواثقة من الحياة اللي انا حطاها فيها. وطبعا انا عارفة ان انا عملتها ازاي، ده طبعا تكفي ان انا عاملاها في البيت.
نظيفة وعارفة ان انا بعمل ايه بالظبط. هنا نحطها في الزيت. بصراحة يعني جربوها وانتوا مش تندموا، هتتقلي معانا عادي. انا هنا مش نحب نكتر زيت في الحاجات اللي زي كده، لان كده كده الزيت هنرميه بعد القلية دي وخلاص. زي ما شايفين كده، بس بنزل بيها في الزيت عادي. اول ما احسها من تحت خدت اللون بسيط كده نقلبها. كل شويه كده نقلبها على جهه عشان تاخد معانا تسويه من فوق، زي ما تاخد معانا من تحت تطلع معاكي التسويه بتاعتها مظبوطه بالظبط. زي ما شايفين كل شويه كده نقلبها على الناحيه التانية لحد ما تاخد معانا اللون وتستوي خالص. بصراحه يعني فاتك كتير لو انت ما جربتيش الطريقه دي في الاستريبس. وهنا شويه البطاطس، نسرق واحده كده على جنب. ادي شايفين اللون، لون بسم الله ما شاء الله ذهبي، وباينه الكراست بتاعتها حلوه ازاي، والطبقه بتاعت البريدنج اللي احنا عملناها مش فاكه منها ابدا، لا دي متماسكه وطعمها تحفه، وفي نفس الوقت كريسبي خالص كده مقرمشه وحلوه. وزي ما قلنا الكريسبي بتاعها مش زي الحجاره، لا تاكلي حاجه كريسبي حلوه كده وهشه في نفس الوقت، مش ناشفه زي الحجاره، لا. تمام، هننزل بقيه الكميه اللي معانا. زي ما شايفين كده الستريبس معانا بكل سهولة وبكل بساطة، ما خدش وقت معانا خالص. احنا يا جماعة كنا طبعا دلوقتي بتقولوا احنا داخلين نشوف الفطيرة عملتيها ازاي لقينا الستريبس، لا احنا هنعمل مع بعض الستريبس عشان نعمل بيه الفطيرة. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان نعرف الفطيرة عملناها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة من غير الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. ادي الستريبس زي ما شايفين كده كان طلع معانا واستوى وزي الفل. شايفين الطبقة بتاعته، اظن يعني شكلها واضح مش محتاج كلام ان هي متماسكة وطعمها كريسبي كده وتحفة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين انا كنت هنا بوريكم الصوت، بس الاولاد كانوا عاملين صوت فمش عارفه نحط الصوت بتاع القرمشه بتاعها. عندي هنا الصينيه تيجي نعمل الفطيره مع بعض. عندي هنا شويه صينيه كده شويه زيت هحط في الصينيه وادهنهم كويس. تمام، عندي هنا العيش السوري. العيش السوري طعمه تحفه في الفطيره دي، بيخلي طعمها حكايه. هحط هنا واحده كده فوق وواحده كده تحت على الصينيه زي ما شايفين، وهنخلي الاطراف من بره. هنيجي برضو نفس النظام هنا في الجنب، واحدة كده يمين وواحدة كده شمال، وهنخلي برضو الأطراف من بره لأن دي هنقفل بيها في الآخر الفطيرة. عندي هنا البطاطس البوم فريت اللي احنا عملناها مع بعض من شوية، بعد ما بردت كده وخدت الملح بتاعها. بعد كده عندي الستريبس كده، هقطع الستريبس كده. لو حابة تسيبيه كبير برضو ده اللي يرجع لذوقك انتي. انا هنا كنت حابة نعمل قطع صغيرة كده عشان يبقى سهل في الأكل. زي ما شايفين كده قطعت الكمية المناسبة بالنسبة لي كده للفطيرة. تمام، اهم حاجه تسويه كويس كده في الفطيره وتوزعيه كده تمام عشان يبقى كل حته كده في الفطيره فيها نفس الحاجات. هنا عندي فلفل حامي وطماطم. هنا تقدر تحطي هالبينو، تقدر تحطي لحوم كده، تقدري هنا تحطي تركي، تقدري برضو تحطي سلامي لانشون. اي حاجه انت حابه تحطيها كده من اللحوم المصنعه. ممكن تحطي برضو زيتون او خيار مخلل. عندك هنا اوبشنات كتير تقدر تختار ما بينهم، واللي يناسبك واللي يناسب ذوقك تقدر تحطيه في الفطيره معانا. عندي هنا حطيت هنا برضو كاتشب ومايونيز، او برضو اي صوص انت حابه تحطيه، صوص جبنه، اي صوص انت تفضليه تحبي تحطيه هنا معانا في الفطيره. وهنا حطيت جبنه موتزاريلا برضو، ليكي كامل الحريه. الفطيره دي بصي اللي عايز تعمليه فيها اللي نفسك فيه واللي بتحبيه حطيه، مش هتوقف على حاجه. حبة هنا جبن تركي، جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة جودة، أي نوع جبنة أنت حابة تحطيه هنا معانا في الفطيرة ده برضو يرجع ليكي ولذوقك أنت بتحبي إيه وبتفضلي إيه. هنقفل كده الفطيرة زي ما شايفين، طبقي كده الأطراف على بعضيها. بعد كده هنجيب اللي فوق دي وهنجيب اللي تحت. أهم حاجة تظبطيهم كويس، ما بتبقاش في حاجة كده طالعة لفوق ولا منعكشة خالص. زي ما شايفين معانا هنجيب هنا برضو على الوش كده شوية موتزاريلا، نظبطها كويس كده على الوش.
احلى فطيره ممكن تاكليها، هتخليكي تدمنيها حرفيا. طعمها حكايه، احلى 100 مره من البيتزا والكريب. هنا شويه بقدونس على الوش زي ما شايفين معانا كده، وعلى الفرن يا باشا. مية مية كده، احلى فطيره في اي وقت ممكن تعمليها. عندي هنا صينيه مدوره برضو عادي، هنعملها في الصينيه المدوره. آه، اي صينيه انت حابه تعملي فيها عادي. لو انت حابه تعمليه مثلا كده وتقفليه في الجناب كده، بحيث ان هي تبقى زي الفطيره كده من غير ما تدخليها في صينيه، وترصيهم كده مع بعض، او تحمصيهم كده زي العيش السوري زي ما بنعمل في الشاورما. برضو هتبقى زي الفل معانا، واحلى 100 مره برضو من الفرن. تقدر تحطيهم كده في الجريل وتديها صدمه كده من هنا ومن هنا، هتسيح معاكي الجبنه من جوه وتبقى زي الفل. ادي هنا برضو عندي بقيه الستربس اللي انا فاضله عندي، وهنوزعهم كده كويس. بعد ما نوزعهم برضو هنحط الطماطم والفلفل. بصراحة هتبقى فيها الهالبينو تحفة، وبرضو لو حطيتي خيار مخلل هتبقى حكاية. هنا حطيت صوص كاتشب وصوص مايونيز. صوص جبنة برضو ينفع، أي نوع صوص انتي بتفضليه ليكي كامل الحرية فيه. هنا برضو حطينا جبنة موتزاريلا، هنطبق الأطراف. بصراحة يعني طعمها في حتة تانية خالص، حاجة كده وهم، حكاية زي ما شايفة معانا كده. أهم حاجة نطبقها كويس كده عشان ما تبقاش معانا منعكشة. نفس النظام جبنة موتزاريلا، رشة البقدونس كده الحلوة معانا زي ما شايفين كده. ظبطناها وبرضو على الفرن يا باشا. بصوا في ثانية كده هتلقوها طلعت معانا من الفرن، طلعت معانا كده ولا أحلى زي ما شايفين. شكلها تحفة وحكاية ولونها ذهبي كده، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. زي ما شايفين كده الوش بتاع الفطيرة حكاية، أظن بيتكلم عن نفسه. الجمال عدى الكلام حرفيا هنا في المقطع ده. هننزل كده هنقطع زي ما عارفين طبعا عيش السوري كده صعب تقطيعه شوية، بس بصراحة طعمها تحفة وخفيفة، ما تمليش. لو كلتي 10 11 منها كده عادي مش هتحسي بيها، لأن هي خفيفة خالص. بصي كده أنا عايزة نوريكي كده من جوه كده، وجمال الفطيرة كده معانا ازاي من جوه. بصوا كده معايا الفطيرة من جوه ازاي، شايفين جمالها وتحفة ازاي، خطيرة بصراحة. أحلى 100 مرة من الكريب والبيتزا، وخفيفة وطعمها في حتة تانية خالص، حاجة كده تحفة. تعمليها في أي وقت كده هتنفع معاكي وهتسد بصراحة، ولا أروع. ليكي كامل الاختيار، الحرية في الحشوة. شوفي عايزة تحشيها ايه، ممكن تشوحي كده شوية الفراخ كده بشوية توابل كده في طاسة مع شوية بصل، وتحشيها كده حاجة كده وهم. لو حابة برضه تحشيها كلها كده من غير بطاطس ولا ممكن فراخ كده، او ممكن تعمليها ميكس جبن. اي حاجة انت حابة تعمليها في الفطيرة دي ترجع لك. شايفين طعمها، شايفين شكلها ازاي من جوه. لا انت مشفتوش طعمها بصراحة، بس انا عارفة طعمها ازاي، لكن شكلها تحفة. بصوا كده، شايفين كده من جوه عاملة ازاي. كل الأطعمة هنا طبعا بتلاقي على بعضها، ومخلي الطعم تحفة تحفة بجد. زي ما شايفين كده بصي، الفلفل كان هنا برضو مديها طعم كده اللي هو السبايسي الخفيف كده، بس مخلي طعمها في حتة تانية، رافع التست معانا خالص. زي ما شايفين دي الفطيرة التانية، شكلها وتحفة بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. حاجة كده خطيرة. شوية المخلل كده هنا على جنب الطرشي كده، ده لازم كده مع الأكلة الحلوة دي. هنقطعها كده. عايزاكم بس تشوفوا معايا كده حلاوة الحشوة كده من جوه عاملة ازاي، والطبقات بتاعت الحشوة كده، وعيش الصاج نفسه كده عامل ازاي معانا، او العيش السوري. بص كده، شايفة منطقة الجبنة كده عاملة حوار كبير، يعني كده واخدة وضعها معانا، حاجة تحفة كده ما شاء الله. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش كده تدعموني بلايك وشير، وتعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. أحلى أخوات في الدنيا اللي بحبهم في الله وبيحبوني في الله. استودعكم الله، نشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.